السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الزملكاوي بعد فوز الأهلي على سموحة ومشاركة كهربا وتألقه في هذه المباراة. شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد تأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على سموحة ليضرب موعدا مع بيراميدز في النهائي، فقد تفاعل الإعلام الزملكاوي مع فوز النادي الأهلي. وهنبدأ بالإعلام المثير للجدل عمرو الدرديري الذي قال في مؤامرة ضد الزمالك ومرتضى منصور، ولازم اتحاد الكرة يتعاقب هو والأهلي بسبب مشاركة كهربا النهاردة في مباراة الأهلي وسموحة. الحمد لله إن كهربا سجل وصنع النهاردة عشان اما نقدم للفيفا تكون كل حاجة مظبوطة بالدليل، ولازم الزمالك هو اللي يتأهل لنهائي كأس مصر مكان الأهلي، لأن الأهلي لعب كهربا النهاردة وهو موقوف، ولازم نتيجة المباراة تتلغي ويتأهل الزمالك بدلا من الأهلي. بينما صرح رضا عبد العال وقال أحسن حاجة عملها مدرب الأهلي إنه هو شارك كهربا النهاردة قدام سموحة، وشفنا كهربا عمل إيه في الشوط الأول، دمر سموحة، صنع هدفين وجاب جول في شوط واحد بس، وهو كان كلمة السر النهاردة في فوز الأهلي. ولو أنا مكان المدرب كولر لازم ألعب كهربا أساسي في ماتش الزمالك عشان كهربا جعان كورة، وبالفورمة اللي فيها كهربا واللي ظهرت النهاردة قدام سموحة أعتقد إنه هيقطع دفاع الزمالك وهيكون نجم المباراة. بينما صرح أحمد حسام ميدو بعد هذه المباراة وقال الأهلي خدع الجميع بما فيهم مرتضى منصور ولعب كهربا أساس النهاردة قدام سموحة، وشفنا كهربا عمل إيه، عمل كل حاجة في الكورة النهاردة، سجل وصنع وعمل كل حاجة. أعتقد إن عودة كهربا للنادي الأهلي في هذا الوقت تحديدا أكبر مكسب للنادي الأهلي، وهتشوفوا كهربا هيعمل إيه في ماتش الزمالك، وأعتقد إنه هيلعب أساسي. أنا عارف إن مرتضى منصور وجماهير الزمالك دلوقتي محروقين قوي من جواهم وعندهم حرقان بسبب اللي عمله كهربا النهاردة في الماتش. بينما صرح خالد الغندور وقال لازم سيادة المستشار مرتضى منصور يخاطب الفيفا وبسرعة قبل مشاركة كهربا قدام الزمالك في ماتش القمة. كهربا خطر على الزمالك وبيلعب بغل وكل حقد عشان يكسب الزمالك، واحنا عايزين نكسر نفسه تاني ومنلعبوش ماتش القمة، ولازم نبعت للاتحاد الدولي نقول لهم كهربا ما دفعش الغرامة، ولازم نتيجة المباراة تتلغي وسموحة هو اللي يكسب ويتوقف كهربا تاني سنة ونص ونبطلوا كورة كده. الفيفا بيدعم الأهلي ضد الزمالك واحنا لازم نروح للمحكمة الرياضية. انا مش عارف الزمالك هيفضل ملطشة لحد امتى، الكل بيلطش فيه سواء في الداخل او في الخارج. وفي النهاية لو انت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.